كل الوصفات اللي شفتوها لاي طريقه كيك في الدنيا كوم، واللي جاي ده كوم تاني. هعلمك باذن الله ان شاء الله تظبطي كيكه البرتقال وتطلع معاكي خطيره زي بتاعه تيتا كده، بتاعه زمان لما كنا بناخدها جنب كوبايه الشاي بلبن، شاي كشري على فكره، كانش فيه الفتله والحاجات دي. هنعمل احلى كيكه برتقال في الدنيا، سهله سريعه بسيطه للمبتدئين، مش تاخد وقت خالص. قبل ما نبتدي في الفيديو تعالوا طبعا نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وكل الناس تستفيد. وقولوا لي بتتابعوني منين عشان نعمل وصفات من كل بلاد العالم. تعالوا كده واحده واحده شوف هنعمل احلى كيكه برتقال ازاي لاحلى ناس في الدنيا. يلا بينا. اول حاجه معايا 3 بيضات، ولازم اول خطوه في نجاح الكيك ان يكون البيض بدرجه حراره المطبخ، ما ينفعش ابدا اطلعه من التلاجة واحطه في المقادير. هزود على 3 بيضات كوبايه من السكر، ويكون سكر ابيض مطحون او حبيبات عادي، وعليه شويه من الفانيليا. الخطوه دي ممكن اعملها في الخلاط، ممكن اعملها بالمضرب الكهرباء، ممكن اعملها في العجان، المتاح عندك اشتغلي بيه. هضرب البيض مع السكر مع الفانيليا لمده مش اقل من 3 دقايق. بعد كده هزود نص كوبايه من الزيت وبنزل بيها واحده واحده، وانا برضو مكمله ضرب بالمضرب. يعني الخطوه دي كلها او وقت الضرب كله مش بيعدي 6 دقايق، مش اكتر من كده. ايه بقى اللي هيديه طعم البرتقان التحفه ويطلع الكيكه بالشكل الرهيب اللي انتوا شفتوه؟ هجيب كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، عليهم 3 معالق كبار من بودره تانج برتقان. بودره تانج برتقان موجوده في اي سوبر ماركت. طيب مش عندي، هيبقى المقدار بتاعي كوبايه الا ربع من عصير البرتقان المتصفي، ما ينفعش يكون فيه اي الياف تماما. بعد ما حطيت عصير البرتقان هبتدي اجيب حوالي كوبايتين الا ربع من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه من الملح، واقلب كل الكلام ده مع بعض وانزل بيه شويه بشويه على الخليط بتاعي. يعني بنزل مثلا تلت الكمية وبضرب شوية بالمضرب، وبعد كده بوقف. طبعا السرعة بتكون هادية، ودي برضو نقطة مهمة جدا. الكيك بعد إضافة المواد الجافة ما ينفعش أبدا أزود مدة الخفق. يعني ممكن اصلا ما تستخدميش المضرب الكهرباء، ممكن تستخدمي سباتيولا او ويسك يدوي يعني، وتضربي على سرعة هادية خالص لحد ما القوام يظبط معانا. يعني عايزة اقول لكم بس ان في المرحلة دي ريحة الكيك خطيرة، طعمها وريحتها تجنن. بجيب بقى قالب مستطيل، ده اصغر مقاس في طقم اللي هو الصواني الالومنيوم. ممكن تحطيه في قالب انجليش كيك، لو صينيه مدوره هتبقى مقاس 22 او 24، يعني 24 هتبقى مناسبه اكتر عشان السمك يطلع مظبوط. بتدخل بقى فرن سخن على 180، مش بشغل المروحه. بتاخد بالظبط من 35 ل 40 دقيقه. هتطلع معاكي بالشكل الرهيب ده. الوش حلو جدا، الكيكه هشه مش قطنه، مش قادره اقول لكم قد ايه حلوه، طريه، ريحتها كانت قلبة الدنيا. يعني مفيش سهوله بعد كده. انسي بقى خالص ان الكيك يبوظ معاكي. نقطة مهمة قوي، الكيك عندي لما بيستوي بقفل الفرن وبفضل قافلة الباب 10 دقايق. بعد كده بفتح باب الفرن بوربه كده شوية واسيبها جوه حوالي 5 دقايق كمان، بحيث ان درجة حرارة الكيك تهدى تدريجيا، ما تبقاش سخنة اطلعها على الرخامة ساقعة فتبقى هبطانة كده ومش حلو. يعني انا مش هتكلم بقى، انتوا اكيد شايفين الشكل، عالية ما شاء الله، طرية جدا جدا، هشة عاملة زي السفنجة، مفيش في جمالها. يعني دي جنب كوباية شاي بلبن كده لفطار الصبح، خلاص انتي مزاجك اتظبط بقية اليوم. لونها من التانج حلوة جدا، تقدري تستبدلي تانج البرتقان ده بكوباية الا ربع من اللبن، من العصير، من المياه الغازية، من مية بس وحليب باودر، يعني براحتك خالص. جربوها وابعتولي اشوفكم في وصفة جديدة.